في شكاوي كتيرة من ستات كتير بتتلخص في جملة: يا دكتور أنا من ساعة الحمل وأنا مش طايقة جوزي وحاسة بنفور تجاهه. والموضوع ده بيسبب مشاكل كتير بين الأزواج لدرجة إن الموضوع ممكن يكبر ما نعرفش نلحقه. ويا ترى إيه السبب؟ حالات الحمل بتختلف من حمل للتانية، بالرغم إن في حوامل بتزيد معاهم الرغبة والحب للزوج، إلا إن الأغلبية الموضوع معاهم بيقلب بالعكس خالص، بيزيد شعور النفور والرغبة في البعد عن الزوج بشكل مش طبيعي. فلو جينا ندور عن سبب وسألنا إيه اللي خلى ده يحصل، هنلاقي إن السبب هو اللي جه في بالكم دلوقتي بالظبط، هي الهرمونات. ما هو اصل ايه بيحصل للحامل الجديد غيرها؟ في الحمل بيزيد افراز الهرمونات في الجسم، خصوصا الاستروجين والبروجسترون، ومعاهم عدد من الهرمونات التانية، وده بيأثر على الحاله المزاجيه للحامل ومعاها الحاله الصحيه. فهنلاقي في بدايه الحمل ومعاه الغثيان الصباحي للحامل اصلا مش بتكون طايقه نفسها، فما بالنا بالزوج يعني. وتيجي المرحله الثانيه اللي بعدها، زياده الوزن والتعب والارهاق وقله النوم. وقبل الولاده بعد ما الوزن بيزيد بشكل كبير بيجي معاها الارق ووجع الظهر. حرفيا كل مرحله من مراحل الحمل الست الحامل بتعاني فيها. كل التاثيرات الجسديه دي بتاثر على الحاله النفسيه، فبتبدا تفكر: انا وزني زاد، يبقى شكلي وحش، شعري بيقع، صحتي بقت ضعيفه، ثقتها بنفسها في الفتره دي بتقل جدا، وبالتالي بيأثر على علاقتها الزوجيه. تبدا تبعد عن الزوج كرد فعل تلقائي لحمايه نفسها. عشان كده بنصح كل زوج ان هو يحتوي مراته الحامل في فتره الحمل، ويراعيها بشكل مضاعف عن الطبيعي، ويعدلها اي حاجه، ودايما يلتمس لها العذر. بالنسبه للحامل فنصيحتي ليكي انك تستمتعي فتره حملك وما تكونيش قاسيه على نفسك. لازم يبقى علاجك في وقته، خدي الفيتامينات وحسني جوده الاكل. فضل عندك وقت اهتمي بجوزك، هو غلبان برضه.